السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالعين النهارده نصطاد قشر بياض، هنروح نجيب الطعوم وانتوا جايين معانا. احنا النهارده عند عم حسن على الكوبري اهو في العلقمة. بسم الله ما شاء الله، خير كتير. اي حد عايز طعوم انا هسيب رقمه هظهر لكم على الشاشة دلوقتي، وهسيب لكم رقمه في الوصف. طبعا احنا النهارده استغلينا فرصة ان الكراكات مش شغالة ونزلنا نصطاد، فادعوا لنا بالتوفيق كده، ولو كانت سمكة ان شاء الله كويسة النهارده هنصورها لكم. بس الحمد لله يعني المية شغالة، وفي ناس زبايننا كتير خدوا سمك الفترة اللي فاتت ديت، فاللي عايز ينزل يجرب انصحه ان هو ينزل يجرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل المتابعين في مصر والوطن العربي. هقدم لكم النهارده فيديو جديد مليء بالاسرار عن نوع جديد من الصيد، هو الصيد بالطعم الحي. النهارده نازلين مستهدفين سمكة قشر البياض. هنبدأ الفيديو النهارده بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم. لو لسه أول مرة تشوفني، معاكم أخوكم محمد من محافظة الشرقية مدينة الزقازيق. الفيديو النهارده هيكون للناس اللي لسه بتفكر تنزل قشر بياض أو لسه جديد. لو ما اشتركتش معانا اشترك في القناة وفعل زر الجرس وحضر كوباية الشاي وركز معايا في الكلام اللي جاي أوي. طب امتى نصطاد قشر بياض؟ مواعيد صيد قشر بياض يبدأ من شهر 4 لحد نص 5، ودي بتكون بشاير. بعد كده يرجع يشتغل تاني من شهر 8 لحد شهر 12. ممكن بعد السنة المواعيد بتختلف قبل المواعيد ده بمثلا 10 أيام 15 يوم، اختلافات بسيطة. طريقة الصيد: هنصطاد النهارده بالغماز، سواء هتصطاد بسمكة القرموط أو سمكة القنون. الغماز ده هيكون كبير يشيل رصاصة وزنها 50 جرام. ده العدة المستخدمة. انا النهارده جاي اجاوبك على سؤال مهم كل الناس بتساله: يا ترى هستخدم عود 6 متر ولا عود 5 متر ولا عود 3 متر؟ انا النهارده هحل لك المشكله دي واخليك انت اللي تحدد هتستخدم عود طوله قد ايه وكم عود. لازم تعرف ان الثقه في طريق صيدك هي جزء كبير جدا في نجاح عمليه الصيد. انا بقول لك خليك متاكد وانت بتصطاد ان سمكه قشر البياض هيطلع لحد الشط ياخد الطعم الحي بتاعك. بس شرط صغير: يكون الطعم اللي في الصناره يكون بينه وبين الشط متر او متر ونص.
ويكون على عمق متر او متر ونص، ده شرط اساسي. فعاوزك تطمن ان طعمتك في مرمى الهدف في سمكه قشر البياض زي ما واضح في الفيديو اللي قدام حضرتك. هستخدم كام عود؟ ده بيكون حسب ميزانيتك. انا بصطاد ب4 عيدان، وفي بيصطاد بعودين، وفي بيصطاد ب10. وفي الاول وفي الاخر انت بتسعى على رزقك، والارزاق بيد الله. تكون عامل ركيز لكل عود. كل ما يكون الركيز قريب من الميه هتستفاد اقصى استفاده من طول العود المستخدم. ليك حريه الاختيار، عايز تستخدم عود 3 متر او عود 6 متر. اهم حاجه يكون الشروط اللي انا قلت لك عليها تكون متوفره بالنسبه لمكان طعمتك في الميه. وانا واحد من الناس بصطاد بعود 93 و24 و4.5 و5 متر. ده بالنسبه للعود. طيب بالنسبه للمكنه، هصطاد بمكنه 5000 ولا مكنه 10000؟ طب هصطاد بريد ولا هصطاد بنايلون؟ هقول لك عشان تحدد نوع وحجم المكنه حسب ميزانيتك انت هتصطاد بايه؟ بنايلون ولا بريد؟ والاثنين ينفعوا. لو هتستخدم نايلون فما يقلش عن مقاس 70، ولو هتستخدم بريد فما يقلش عن مقاس 50. انت بتصطاد بمكن من اول 4000 لحد 10000. طيب هستخدم واير كام لبره؟ او ارمل بنايلون ولا واير؟ هتستخدم واير من 40 لبره لحد 80 لبره، او ممكن ترمل بنايلون من 90 ل 120. اياك 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 ترمل ببريد. مهما كان سمكه السمك هتقطعه، هتضيع عليك تعب يوم صيد وليله هتبوظ. وحصلت معانا شخصيا، وزي ما بقول لكم محدش بيتعلم ببلاش. ثالثا هنستخدم سنار حجم كبير من 0.4 ل 0.8. اهم حاجه في السنار انه يكون وزنه خفيف، وهتعرف ليه بعدين. تابع معايا. اهم حاجه يكون قوه تحمله عاليه وما ينفردش بسهوله. وركز ما ينفردش بسهوله عشان في سمك بيفرد السنار. فتاكد وانت بتشتري سنار يكون ماركه فرنساوي او نرويجي مثلا. هو هيكون غالي شويه، بس صدقني لو ما اهتمتش بالسنار وفرد هتزعل وتقول يا ريتني جبت سنار نضيف. طبعا تعالى معانا نشوف طريقه الرمال. واكيد لو وصلت معانا لحد هنا لازم تعمل اشتراك واللايك الجميل وتصلي على النبي في الكومنتات. طريقه الرمال: شغالين بواير 70 لبره، سنار مستاد 0.7. هنبدأ ندخل الواير من قدام المعلقة كده بالمنظر ده. هتبدأ كده تعمل دايرة هنا كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. هنبدأ نلف ونطلع واحنا طالعين لفوق. ادي 1 2 3 4 5 6 7 لفات. وهنبدأ نشد ده كده. نبدأ نقطع الزاوية دي بالقصافة. وده كده الشكل النهائي للتربية. اهم حاجة الواير يكون من المنظر ده كده. خلي بالك من نقطة صغيرة، لازم الواير يطلع من هنا. ما ينفعش انت تدخل الواير وتطلعه من الناحية التانية كده، لا لازم يطلع من التجويف ده. ده من التجويف ده بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. تبدأ طبعا تقيس متر وتركب المدور، او ممكن تروح جاي عامل خاية هنا كده وتبدأ تركبها في المدور. طريقة التطعيم: بس نزلها تاني. بنصطاد النهارده بسمكة القرموط، حجمها يتراوح من 25 سم لحد 40 سم، وده هيكون حجم مناسب جدا. طريقة التطعيم: السن اللي احنا شغالين بيه والقرموط اهو. تبدأ تدخل السن فوق القرموط كده، تطلعها من عينيه. انت كده فردت عدتك على الميه و100 100. طب كده نبدأ نعمل بقى فنجان قهوة ونبدأ نصطاد.
تعالى معايا واقول لك سر محدش قاله لك. لازم تكون عارف ان سمكه قشر البياض دي عشان تخش عليك وانت تقدر تلفت انتباهها لازم يكون الطعم اللي انت مركبها مختلفه نهائيا غير اي قرموط موجود في الميه، وبالتالي السمكه هتخش على القرموط بتاعك، فلازم يكون القرموط بتاعك صاحي وفي نفس الوقت نشيط عشان يلفت انتباه السمكه، ودي مهمتك طول ما انت قاعد. هقول لك على 3 حاجات لازم تاخد بالك منهم، وخطأ كبير الصياد المبتدئ بيعمله وممكن يبوظ عليه الطلعه وهو القرموط يموت. طب هو القرموط هيموت وهو في الميه ازاي؟ هقول لك هيموت ل3 اسباب لازم تخلي بالك منهم. لو لسه ما عملتش اشتراك فاشترك وفعل زر الجرس. تعال نكمل مع بعض. اول سبب وزن السناره المستخدم تقيل على وزن القرموط اللي هو الطعمايه اللي انت مركبها في السناره، وبالتالي القرموط مش هيقدر يتحرك بيه فيقعد في القاع اول ربع ساعه يموت. طول الوش بين الغماز والسنار، مش بين الرصاصه والسنار، لا احنا عايزين طول الوش من الغماز لحد السنار. لازم يكون اقل حاجه اقل من العمق اللي انت هتنزل فيه القرموط ب 30 سم، يعني لو عمق الميه 1.5 متر الوش ما بين الغماز والسن هيبقى 1.20 سم، بحيث ان القرموط ما يلمسش القاع ويشبك في اي حاجه تحت ويموت. ثالثا تحافظ ان مفيش اي عفش او الاسانته تمسك في الوش تمنع حركه القرموط وبالتالي يموت. كده احنا عرفنا كل الاسرار اللي لازم تعرفها عشان تبدا صيد قشر البياض سواء مبتدئ او لسه بتفكر تصطاد. اتمنى لو ضفت لك معلومه ليك كمحترف او مبتدئ. اول حلقه عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك، ومستني منك تعليق تقول رايك. النهارده رزقنا بسمكه اكيد هتشوفوها في الفيديو، ولو لسه ما اشتركتش معانا اشترك وفعل زر الجرس. الساعة دلوقتي بقت 3:30 ومفيش أي أخبار عن أي حاجة، بس في ناس زمايلنا قاعدين قدام شوية وقعت معاهم سمكة، واحنا كده شوية وهنروح لهم هنشوف الدنيا هناك فيها ايه. يا رب. صلى على النبي. صلى على سيدنا محمد. هشام نعم. اطلع عشان الخيط ممكن تخلص منك. لازم. اطلع تعالى الناحية دي. صلى على سيدنا محمد. صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. براحتك يا شوشو. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. هات الشوكة وتعالى، الشوكة اللي عندك يا حبيبي تعالى. هنا عند هشام هنا اهو. اللهم صل على سيدنا يلا محمد. بسرعة بس عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا رب. صل على النبي. حبيبي يا رب صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. صل على النبي. صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. صل على النبي. هات يا اخويا هات. حاضر. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انت يا شباب. بسم الله ما شاء الله. انا ماشي معاه بالراحه. بسم الله ما شاء الله. ماشي معاه بالراحه. صور الحكايه دي. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. قدر الله ما شاء فعل. زي ما انتم شفتوا السمكه مع الاسف ضاعت ملناش نصيب فيها، وباذن الله لو جت حاجه النهارده في نفس الليله ديت هصورها لكم. تابعوا معانا.